المملكة المغربية تريد أن تحول الصراع إلى صراع جزائري مغربي لتغطية الهزيمة، لأن هناك مأزق. السياسة المغربية هي الآن، أو سياسة المملكة المغربية هي الآن في مأزق في الصحراء، ولإخراجها من المأزق لا بد من تحويل هذا الصراع إلى صراع جزائري مغربي. ما كنا نتمنى هذا الصراع، ما كنا نتمنى هذا الصراع، ولكن والحالة هذه لابد أن نقبل الصراع إذا فرض علينا. ومثلما فشلت سياسة التوسع وسياسة القوة وسياسة الحديد والنار في الصحراء الغربية، ستفشل لا محالة ضد الشعب الجزائري. ستفشل لا محالة ضد الشعب الجزائري، لكن على الأقل أمام العالم وأمام التاريخ لابد أن نسجل من سيكون المعتدي، لأنه أعلن عن الاعتداء. أما التفسيرات التي استعملت والحجج التي استعملت من طرف رئيس الدولة المغربية فهي حجج قد استعملها المستعمر قبله وحكم عليها التاريخ كحجج تنبني على فكرة الاعتداء. ورغم هذه الحالة فإننا نعتقد بأننا سنلتقي غدا أو بعد غد أو في كذا من سنة مع الشعب المغربي. سنلتقي. سيأتي اليوم الذي نلتقي فيه مع الشعب المغربي، فلهذا ما نسبش أبدا المستقبل، ندافع على حدود بلادنا فقط، ندافع على حدود بلادنا فقط، ونقولوها بكلمات بسيطة، بكلمات واضحة. أما بالنسبة للشعب المغربي المدفوع المغلوب على أمره، اللي هو مدفوع في سياسة الهروب إلى الأمام، علينا نحن كأبناء شعب خارجين من صلب هذا الشعب، خارجين من صلب هذا الشعب، ومناش مبعوثين من السماء، مناش مبعوثين من السماء، أن ننظر دائما للمستقبل. وحتى القوات المسلحة المغربية نقول لها قد يزج بك مرة أخرى في سياسة هي ليست في صالح المغرب، هي ليست في صالح المغرب وليست في صالح الشعب المغربي. هذه القوات المسلحة نتمنى أن تنظر وأن تفكر فيما حولها، بالناس اللي راح تقتل فيهم هم ناس عرب ومسلمين، وأن الشيء اللي راح يطلب منها ملك البلاد هو أن تعتدي على حرمة وعلى وحدة بلد شقيق. فنتمنى أن لا تقطع خطة الرجعة، لأن هناك بالأمس أصوات ارتفعت
وسترتفع في المستقبل لا محالة أصوات ضباط أحرار بدون شك سترتفع في المستقبل، وسيخرج من صفوف هذه القوات المسلحة في المستقبل في سنة، في 4 سنوات، في 5 سنوات، في 10 سنوات رجال أحرار يحررون المغرب، الشعب المغربي من العبودية ومن الاستغلال ومن السيطرة البشعة، ومن السيطرة البشعة. هذه أيها الإخوة بعض الأفكار وبعض التوضيحات اللي كان بودي أن أقولها.